يا رب كل اللي يشتغل بضمير ربنا يرزقه الفردوس الأعلى. الزمن والأداء والتوقيت احنا شغالين من خلالهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الكابتن سعيد المصري. التوافق وهو عنواننا الرئيسي اليوم، مع موزة ومارادونا ويوسف وخالد صقر والمحترم الغالي الكابتن حمزة. هدفك اللي انت شغال عليه علشان تنجحه وتطور من لعبتك لازم يمر بمراحل. اول مرحلة انت كمدرب ازاي هتختار الشكل والنموذج اللي انت هتشتغل عليه، والمرحلة التانية الخصائص والتفاصيل والفنيات لهدفك اللي انت هتشتغل عليه، والمرحلة التالتة القماشة اللي معاك والفروق الفردية اللي بين كل لاعب ولاعب. 5 مستوى الجانب الذهني لهدفك. 6 التدرج زمن وتوقيت. 7 و8 و9 و10 هنعرفهم بعدين. خالد صقر ويوسف وموزة ومارادونا ما عندهمش أي مشكلة وهم شغالين. احنا عنواننا الرئيسي التوافق وهدفنا التردد، وكمان عندنا أهداف بتخدم هدفنا الرئيسي: التمرير والسيطرة. منظومة التطوير عندي جزء أساسي ورئيسي في مدرستي التدريبية، والنقاط الفنية عندي جزئين: جزء إجباري لازم يتطبق، والجزء الثاني هيتاخد بالتدرج. بالتأكيد اللعيبة شغالة وأنا معاهم خطوة بخطوة. أنا واللاعبين بنرسم لوحة فنية. نصيحة لوجه الله: لازم نشتغل مع اللعيبة بكل أمانة وضمير. خلي بالكم لعيبة كتير في البراعم والناشئين في الدوري الممتاز هيبطلوا كورة أكيد. مراحل البراعم والناشئين لازم كل لاعب يمر عليها أكيد. محتوى والكل هياخده، وجبة غذائية مكتملة. دمتم في حفظ الله، وتحياتي ليكم وعلى الله التسهيل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.